مساء الورد والفل على أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة هشارككم بيوم جديد وفيديو جديد، والنهاردة الفيديو بتاعنا عن الكنافة البلدي. هتعمليها بكل سهولة في البيت، وهوريكي كل التركات اللي في الكنافة البلدي اللي هتطلع معاكي أحلى من الجاهزة بره، وكمان مش هتضطر انك انت تستني بقى بالدور بتاعك ساعة واتنين عشان خاطر تاكلي كنافة بلدي. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الكمية اللي هنعملها النهاردة بكيلو دقيق هيطلع معانا تقريبا 3 كيلو. هعمل معايا كيلو دقيق ولازم انخله كويس جدا، وعليه معلقة كبيرة ملح. لو بتحبيها عدمة مش مالحة يبقى خلاص هتقللي الملح. وبعد كده هنحضر كمان معانا مية، المية عادي خالص من الحنفية. هياخد تقريبا الكيلو دقيق ممكن ياخد 2 لتر او اكتر، 2 لتر ونص. هتفضلي تزودي اول لتر وبعد كده هتبداي تزودي شويه شويه، وهنشوف مع بعض القوام المظبوط. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني، فمش هقدر احدد لك كميه بالظبط يعني. هتبداي تشوفي القوام زي ما انا كده مطلعاه، وهتبداي تقيسي على كده، وهقولك ازاي تعرفي ان القوام ده هو القوام المظبوط اللي انت وصلتي ليه واللي هتشتغلي عليه. هصفيه كويس قوي بمصفى صغيره عشان خاطر التكتلات اللي موجوده عندي في العجين. هنا انا بوريكم كده شكل القمع اللي انا بصب بيه الكنافه. هو القمع ده عندي قديم قوي بصراحه. والفتحات بتاعته بكون غسله كويس قوي في الميه، هتلاقي الميه بتنزل منه كويس جدا. هعرف ازاي العجينه بتاعتي هنا مظبوطه ولا لا. هبدا اصب معايا هنا العجينه بتاعه الكنافه، وهلاقيها هنا بتقطع. فهنا معنى ان هنا بتقطع يعني العجينة لسه محتاجة تخف شوية، العجينة تخينة وتقيلة. فهزود معايا المية شوية شوية. بعد ما بوصل للقوام ببدأ ازود، واخلي بالي ان انا بزود شوية شوية. انا زودت معايا هنا تقريبا كوباية، وهبدأ اجرب تاني لسه اهي بتقطع قدامنا. بس بشكل يعني اقل شوية من المرة الاولى. هبدأ ازود كمان كمية مية، وهبدأ ارجع تاني في كل شوية انت بتزوديهم بترجعي تصبي في المصب بتاع الكنافة، وبتجربي وتشوفي. طبعا انت لو حطيتيه تحت الحنفية فهتلاقي المية بتنزل خط واحد، خيوط رفيعة. دي تالت مرة ازود فيها، وهنا هيظبط معايا المقدار بتاع العجين. شايفين؟ هبدأ أصب شايفين الخطوط متصلة ازاي. انا هنا كده وصلت للقوام المظبوط للعجينة، وهشتغل وانا مطمنة. هنا عندي هسيب العجينة ترتاح معايا حوالي نص ساعة، لازم تريحيها. لازم المصب بتاع الكنافة هنا بحضر ورق جرايد او ورق، ده ورق زبدة. وكمان العجينة عندي موجودة، وبحضر معايا الصاجة على عين البوتاجاز. هتعمليها بكل سهولة. ولازم يكون الزيت، لان كل مرة هشتغل فيها بحط الزيت. والمصب بتاع الكنافة لازم ان انا احط جنبي بولة فيها مية، وكل مرة بطلعه وبحطه في المصب ده. عايزاكم تركزوا معايا كويس جدا في طريقة الرش بتاعة الكنافة. اول حاجة انا بمسك مصب الكنافة معايا على ايدي، بكون قافلة على الفتحات من تحت، وببدأ اصب معايا العجينة من فوق. وبعد كده دي اول واحدة هنا عشان ما اقطعكمش، دي اول واحدة. طبعا عادي لو اتقطعت منك او طلعت لونت منك، طبيعي جدا ان هي ما تطلعش من اول واحدة ولا تاني واحدة، لان كمان هنا المقدار بتاعها يعني بتظبط درجة الحرارة. فاول واحدة وتاني واحدة ممكن ما يطلعوش مظبوطين معانا، ما تخافيش وما تقلقيش وكملي عادي. دي تاني مرة رشيت فيها. انا بعرف ازاي ان هي استوت، بلاقيها قبت من الجناب، وابدأ ان انا ارفعها ونشفت خالص، وابدأ ان انا ارفعها من على النار. طريقة الرش سهلة جدا، بس محتاجة تدربي ايديكي عليها. شايفين ما شاء الله الرش طالع ازاي. والكنافة بين كل مرة والتانية بدي بخة زيت او بتدهني بفرشة زيت، لازم تدهني زيت. شايفين ماسكة ازاي انا القمع بتاع الكنافة على كفة ايدي، بكون قافلة على الفتحات من تحت، وببدأ ان انا ارش بسرعة جدا عشان خاطر طبعا احنا عارفين رش الكنافة بيبهدل الدنيا. فعلى طول بتنضفي عشان خاطر العجين ما يمسكش معاكي في البوتاجاز. اهو بدأ ان هو يقب شوية من الجناب. اول ما يبدأ يقب وتنشف الحروف، هبدأ ان انا اشيلها خلاص عندي من على النار كده استوت. وبحط كل شبكة واحدة على التانية، كل رشة كنافة بطلعها على التانية. بصراحة شكلها تحفة وطعمها تحفة،
ومش ناشفة وطرية ولذيذة، وبصراحة في البيت اجمل بكتير من اللي بنجيبها من بره. على الاقل هتعمليها في الوقت اللي انت عايزاه، هتاكليها ومش هتضطر ان انت تضيعي وقت اصلا بره. شايفين طرية وجميلة، واهم حاجة انك انت تطلعيها من على النار ما تلونش معاكم، ما تاخدش لون، تطلع بيضة ومستوية. النار هنا طبعا لازم بتسخني الصاجة، انا نسيت اقول لكم تسخنوا الصاجة كويس جدا، وتكون النار وسط. يلا يا حلوين، لو وصلتوا معايا لحد هنا حطي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انتظروني الفيديو الجاي مع وصفة جديدة. مع السلامة.